السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. انتي فين يا فرحه وبتعملي ايه؟ انا نزلت اشوف حاجات مع مامتي، بتجيب حاجات لاختي عشان الجهاز، وانا كمان بيتي كان ناقص كام حاجه. بس الصراحه اكمل معايا الفيديو هتشوفوا في الاخر. دي شويه مبخرات كده، جمع مبخره ايه مش مهم. دي صواني. صراحه الاسعار كانت خزعبليه، يعني نوعا ما. بس العرايس اهليها هيجيبوا، لان دي عرايس. انا مش عارفه ده كود ولا ده مش متعرفيش والله العظيم. اسعار لولبيه. الاسعار مكونه من 3 ارقام و4 وانت طالع. يلا الحمد لله. صلى على النبي وحيد الله. ولو انت بتتابعيني اول مره، انا فرحه ودي قناتي انا وانتي، وهنا بنعمل كل حاجه تخصني وتخصك. روتينات طبخ، كلام على العيال، على جوزك، على اهلك، على كل الحبايب. مش هنقصر في حاجه. صلى على النبي وحيد الله. تعالي هنا اقولك انا بعمل ايه. هنا عجبتني حاجات صراحه، بس ايه، مش ليا ده، للعروسه يعني. كنا بنتفرج كده. هي حاجات حلوه مش بطاله، بس صراحه الاسعار كانت غاليه. بيتعاملوا مع الناس على اساس ان انتي لسه وارثه وجايه، او انتي رايحه تورثي وراجعه كده يعني. في حاجات كانت شكلها خطير. رساله الى كل المامز. المامز، ما دلوقتي بيتقال مامز مش مامي. الامهات اللي بتجيب حاجات ملهاش 3 لازمه. يبقى عندها طقم بهارات، تروح تجيب واحد كمان. انت محتاجاه؟ لا بس هغير اللي عندي. طيب، ما يضرش ما يضرش. بس الافوره في الحاجه ما هي الا كركبه في المطبخ. انت بتكركبي الدنيا حواليكي وبس. الصواني دي كانت عجباني قوي، بس صراحه غاليه قوي. كانت معديه ال2000. دي اللهم صل على النبي، اللي هي بتاعت الكعك والبيتي فور والحاجات دي والغريبه. على ايامي كانت حاجه تانية، بس يلا التجديد مطلوب برضو. بس برضو بص الاسعار، يا نهار ابيض. دي الشوك والمعالق كانت حلوه. دي للسفره، اللي عندها سفره تجيبها تخليها دايما عليها، شكلها حلو وشيك. هنا بقى شفت الكوبايات بقى والحاجات دي. بس الكوبايات كانت الكوبايات يعني يوم ما تعدي. انا قلت كام مره كلمه الكوبايات، مش مهم. ال6 دول اللي عجبوني، بس كانوا عاملين 230. فصراحه ما جبتهمش. ليه؟ علشان انا ممكن اروح حته تانية واجيبهم ارخص من كده بكتير. فانا استنصحت وهستنصح وهحاول ان انا اوفر في الموضوع ده. اني اروح المكان اللي بيوفر الحاجه هي وبسعر اقل. ما هي مش فزلكه مني لما اروح اجيبها من مكان غالي وانا جبت من المكان الفلاني. كده لا، دي مش فزلكه. ال6 دول إيه ده؟ دي سكريه واحده ولا 6؟ مش مهم، انا بفتكر معاكم الفيديو دلوقتي والله. دي سكريات ولا دي سكريات يلا حلوه. حلو اللي هيجيبها. دي الأطقم بتاعت بقى الشاي والسكر والقهوة والكلام ده. حلوة، لا خفيفة يعني ولذيذة، شكلها حلو. الله يهني كل البنات اللي داخلة على جواز ويعينهم بقى على ايه، على الحياة اللي لسه بيكتشفوها. البنات فاكرة ان الأفلام الهندي دي لسه شغالة، اللي نط وراها عشان خاطرها من على الجبل وكده. يلا الله يهنيهم. كلنا لبسنا، مش مهم، خليهم يلبسوا. بس في لبسة حلوة وفي لبسة وحشة. عامة ربنا يكرمهم ويحسن جوازاتهم. الحاجات اللي انت عارفة ان ليكي استخدام فيها، مع الوقت بتعرفي الحاجات العملية، الحاجات اللي مش عملية، الحاجات اللي تفرق معاكي وجودها في المطبخ منه يعني في حاجات وجودها زي عدمه. فبلاش نضيع فلوس في الهوا، لان حرام الوقت ده. الفلوس بتيجي بصعوبة وبتروح بالعبيط، يعني بتروح بسهولة قوي. دي اشكال كتيرة من المصفى. دي المصفى بتاعت اليانسون والحاجات دي حلوة. دي الهراسة بتاعت البطاطس. السيليكون عجباني، اللي هي الالوان اللي هي كانت موف. هي دي انا مجرباها، عندي واحدة منها. الطواجن الفخار اسعارها كانت مبالغ فيها صراحة. لا فانتي حتى ممكن تجيبها من العربيات اللي بتبقى في الشارع. تبقى في عربيات بتبيع الطواجن والفخار عامة بأسعار أهدى من كده. دي الحاجات الخشب. لو انتي جايبة سيليكون وسيراميك وتيفال والحاجات دي، الخشب مش عملي بجنيه معاها. انا والله العظيم حتى السيليكون نفسه ما عامل معاها. الحلة اتقشرت ما تعرفيش من ايه. طب دي هتعامل معاها ازاي؟ يعني اقل حاجة بتجرحها. ده الاحساس عالي عندها قوي والله العظيم. المبشرة كانت بكام؟
كانت ب60 تقريبا، لقيتها غالية فسبتها. انا عندي بس ايه، ساعات ما بتبقاش فاضية، ساعات بتبقى حد يعمل بيها حاجة تاني، فلا سبتها. احنا نديها مشوار على العتبة ان شاء الله باذنك يا رب، ونجيب شوية حاجات ناقصنا، لا البيت محتاجها بجد. دي الأطباق بتاعت العيش بتاعت الفاكهة بتحط على المطبخ، كانت غالية وما حسيتش ان هي تستاهل السعر ده. اللي 200 ده كان عامل 100، حاجات كده. فلا يعني في حاجات احلى من كده وعملية اكتر من كده. دي كان سعرها حلو، وانا قلت ليه ما جبتهاش. 65 جنيه، هي صغيرة مش كبيرة، بس يلا مش نصيب حد تاني. هذا 95، دول 6 كاب كيك ب40 جنيه بدل 60. حلوة دي. حاجات برضو تفاصيل نصها انا مش شايفة ان ملهاش لازمة. نقطع البطاطس مش عارف ايه، نقطع التفاح مش عارف ايه، ما تقطع التفاح يعني عادي 4 كده زي ما بنقطعها، ليه المحن زيادة؟ دي اشكال كتيرة من المصفى اللي هي بتاعت المكرونة، بتاعت الصلصة، بتاعت حاجات كده. انا في حاجات كتير مكنتش عارفة اصورها لكم. ونصيحة لكل البنات اللي بتجهز حاليا، مش كل الحاجات اللي بتشوفيها في السوق او على الانترنت هتبقى مفيدة ليكي. السوشيال ميديا ما هي الا عن طريقة من طرق الاعلانات، بيفهمك بكل الطرق ان الحاجة دي حياتك هتقف من غيرها. فلا يعني خلي قلبك على اهلك شوية، لان الدنيا حرفيا مش مستحملة ضغط، وهم اكيد مش عايزين يودوكي ناقصة حاجة، ولا عايزين يكسروا فرحتك لما ما يجيبولكيش الحاجة الفلانية. فلا اختاري حاجتك بتمعن، وشوفي ايه الحاجات الاساسية واللازمة، الحاجات الرفاهية، الحاجات اللي عبارة عن ديكور ومنظر هتبقى في الاخر. يعني انا حاليا انا متجوزة من فترة حلوة، حاجات كتيرة من الحاجات اللي انا كنت جايباها لسه موجودة تحت السرير، استخدمتهاش. بس بعد كده قلت لا، مش هشيل حاجة. الحاجات اللي هستخدمها هطلعها، والحاجات اللي ملهاش لازمة يا اما هبيعها حد تاني يستفيد بيها وانا استفيد بفلوسها، يا اما تطلعيها لوجه الله تعالى، صدقة خالصة، بس تكون حاجة جديدة تطلعيها العروسة لست بيت بتجهز يعني بتجدد حاجة في شقتها من باب المساعدة. لو نزلتيها في المنطقة بتاعتك على الجروب بتاع المنطقة، قلتي ان انتي مش عايزة الحاجة دي، ولو حد عايزها يتواصل معاكي، هتلاقي 1000 حد بيتواصل معاكي. والله هتلاقي ناس محتاجة بجد. التربوهات دي والجزمات دي مش عملية بجنيه. انا جيت اطلع الرف طلع في ايدي وخفيف وبيتحرك وحاجة، لا اعوذ بالله. والموب دي والشرشوبات وحاجات كده، يعني في حاجات عملية وفي حاجات مش عملية. مع التجربة ومع الممارسة هتعرفي ايه الحاجات المناسبة ليكي وحاجات لا. دي انا كنت بدور هنا على نوع من انواع، يعني نوع معين من الصفايات اللي هي بتتحط على الحوض، بتصفي عليها المواعين، بس صراحة ما لقيتش اللي هي بتنزل المية. كل الموجود اللي هو بيبقى ليه 4 حيطان متساويين، مش مفيش ناحية منها يفرغ المية. فكده لا، انا مش عجباني، حاساها مش عملية. تبقى عبارة عن طبق حاطاه تحت المصفى، فالمية بتتكون فيه، لو باتت هتعمل ريحة مش لطيفة. البلاستيكات وما ادراك من البلاستيكات، انا بعشق البلاستيكات، بس لما الاقي سعرها اوفر ما برضاش هجيبها صراحة، لان في الاخر استاذ صلوحة بيقضي عليها، بيفضل طول اليوم يكسر فيها. تمام، صلى على النبي وحيد الله عليه الصلاه والسلام. انت لسه ما اشتركتيش يا بنتي؟ قلتلك اجري بسرعه الحقي، فايتك كتير. وخدي لك لفه في القناه وقولي لي رايك في اي فيديو عجبك بالظبط. والروتينات بتعجبكم اكتر ولا الوصفات؟ مش وصفات، عادي يعني تجارب، حاجات يعني نفعت يا ما نفعتش، اهو بنتعلم. محدش بيعيش غير وهو لازم يتعلم ويطور من نفسه. هنا كنت حبيبتي انتي وهي، كنت رجعت البيت خلاص وكنت حاسه ببرد، فقررت ان انا اعمل محشي. الوقت كان متاخر، بس انا ايه، استعنت بالله وسميت. كنت نيمت العيال، كانوا هم اكلوا صراحه، هم بالنسبه لهم عايزين اكل سريع. واللي هنا ساعدني ايه، ان البصل كان موجود فروزن، والطماطم جاهزه، والثوم جاهز، والخضره جاهزه. يعني صلي على النبي كده ووحدي الله وشمري وتعالي ورايا. الحاجات دي حرفيا منجزه 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 منجزه. مش هعرف اوصف لك قد ايه تنجز عليك وقت. يعني انا لسه كنت هقشر بصل وهشيل هم القشر اللي هيعمل ريحه لو بات لتاني يوم. لا لا، الموضوع اسهل من كده. هي مره هتقشري عفوا، وتعمليه كله، تضربيه كله في الكبه. عايزه تديه تشويحه بقى على النار مع رشه ملح، تمام.
مش هيقول لا. عايزه ترشي ملح، رشه ملح وهو ني كده وتكيسيه وتحطيه بسرعه في الفريزر عشان ما يلحقش يعمل ريحه، انت كده عداكي العيب وازح. بصي هي طرق، وكل واحد او كل واحده مرتاحه على طريقه او على خط سير هي شايفه ان ده هنا راحتي، انا هنا مستقنيصه، انا شايفه كده. هنا بعد ما حطيت اللية الاول، قطعتين من اللية شرايح، بعملها زي قشرة البطاطس، واشوحها بعد ما تدبل كده، واروح نازله عليها بالبصل، وبعد ما البصل يدبل اروح نازله بالبهارات بتاعتي، بهاراتك اللي تحبيها، كمونك، زعترك، قرنفلك، اي حاجه تحبيها حطيها. المحشي او الاكل عموما مش وصفه مقدسه او وصفه ما ينفعش ان انت تجودي فيها. حبيبتي هي فكره واخترعي فيها. بصي محدش هيقدر يوقفك، اعملي اللي تحبيه. والله انا ما بحبش القرفه مش هحطها، انت حطيتي كمون، انا مش هجبرك تحطي. يعني بصي هي كده، هي راحه نفسيه وحب. انا عن نفسي بحب الاكل وبحب المطبخ، بس اديني امكانيات ومكان مريح اقف فيه، والله العظيم ولا كل ولا مل. وبصي هطلع لك حاجه دلع. بعد كده بحط، بعد ما بشوح البهارات، كزبره وكمون وفلفل وشويه حبشتكنات حلوه كده لذيذه، بحط مكعب من التوم، وكمان نسيت اقولك ان التوم كمان فروزن، والفلفل بكون مقطعاه زي ما انت شفتي كده. الفلفل ده انا فلفل الوان على فلفل حار، وهكذا الحياه تدور بينا. تمام. بعد ما ريحه التوم تظهر هي والفلفل، اروح بقى نازله بشويه بنجر، نص بنجرايه كده، لان انا عيالي ما بياكلوش البنجر بس بياكلوا المحشي، ما بياكلوش فلفل الوان بس بياكلوا المحشي، ما بياكلوش الكوسه بس بياكلوا المحشي، فحط قلب الكوسه فيها. حطي، بصي الاكل ده ابداع، ابداعي زي ما تحبي. والله العظيم يا بنات، عارفه الاكل دي نعمه من عند ربنا، واللي عندها موهبه ان هي تقف في المطبخ وتدلع الموضوع، لا ما تقفش، كملي واستمري، هتطلعي دلع. يمكن مشروع، يمكن فكره تساعدي بيها حد، يمكن لقمة هنية تاكليها وتاكليها لعيالك. هنا كنت مقطعة 4 طماطمات، سلطة صغنون جدا، وبعد ما الطماطم هتدبل، طماطم مسكرة وحلوة اليومين دول، حاجة كده عسل قوي. فلا انتي الطماطم اول ما دلوقتي سعرها حلو عندكم، هاتي بقى وخزني. ممكن تخزني شرايح لو انتي بتحبيها كده، انا بخزنها عصير زي كده. وهنا كنت نزلت بكيس من الصلصة، دي كيس متوسط مش كبير، وعليه معلقتين هريسة. انا نزلت لسه ما نزلتش طريقه الهريسه. الفلفل الاحمر دلوقتي، الفلفل الحلو والفلفل الاحمر البلدي والفلفل الحار الحراق ده الموحوح، عارفه هتعملي احلى شويه هريسه. والله العظيم انا بقيت بجيبهم جنب الاكل وغمس منهم كده لحد هنا الخلطه تكون خلصت، حطيت عليها وسبتها تتسبك مع بعضها كده. بس ظبطي ملحك وظبطي البهارات بتاعتك، شوفي ايه مظبوط ايه مش مظبوط. حطي رشه ملح لو انت مش حاطه في الصلصه اصلا وهي بتتسبك، انا بحط ملح وخل وشويه زيت في الصلصه وهي بتتسبك. هنا انا بشيل قد طبق كده من الصلصه واركنها على جنب، والله احتجتها هي موجوده، ما احتجتهاش هشيلها في الفريزر. يعني اديها ادهن بيها فرخه داخله الفرن، احط فيها حتتين لحمه هيخشوا الفرن برضه، الموضوع مش هيقول لا. وهتلاقي شويه الصلصه دول هيسدوا معاكي في اي حاجه. جبت هنا المعيار الرز بتاعي، والمعايير دي بتاعتك انت والكميه اللي تحطيها. واول حاجه سمي وانت بتاخدي رز، وانت بتحطي اكل، وانت بتغرفي سمي. بعد ما حطيت الرز حطيت مكعب من الثوم، يا دوبك تشمي ريحه. هو النهارده في فيديو نزل نزلها بسرعه من على النار، ما تستنيش ان انت يعني الرز يبتدي يمتص من سوائل الصلصه وكده. فاكره احنا عملنا واحد امبارح انا هنا بحاول ان انا عشان ما نزيدش رز، ركنت صلصه، وعندي الحاجات اللي بتاعت المحشي، الخضره والحاجات دي في الفريزر، يعني لو احتجت شويه الرز هم موجودين والصلصه موجوده هزود. هنا كنت هعمل محشي بصل ومحشي فلفل ومحشي كوسه ومحشي ورق عنب. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. كنت صراحه عايزه اعمل كرنب بس ما كانش عندي ورق كرنب، مش هقف على ده. هنا بعد ما حطيت الخلطه في طبق، رحت جايبه معلقه من النعناع المجفف الناشف، يعني بنجيبه بنشفه احنا عندنا في البيت ده. ورحت صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، رحت رشها على الخلطه كده، وبعد ما هديت الخلطه سيكه تنزل بالخضره، بحس ان الموضوع بيبقى احلى، بتبقى بتفضل ماسكه نفسها شويه. اصل هي لسه هتديها تاني يعني
تستوي بقى وكده، فهتدبل اكتر ما هي دبلانه. هي مش بتساعد تمام الكلام. تمام. في ناس شايفه ان الموضوع مش فارق. هنا ظبطي عشان ملحك كده انا بقى عايزه حد ينفذ على ارض الواقع. وتاكدي ان الموضوع مظبوط. بتحبي الحراق قطعي قرن فلفل صغنن خالص. بتحبي انا قطعت في الاول فمش هقطع تاني عشان برضه العيال تعرف تاكل حرام يعني، ما هو مش افتراء. هنا انا هعمل في نفس الحله اللي عملت فيها الخلطه بتاعت المحشي، وكمان مش هغسلها، يا دوبك هرشه زيت، وعندي عروق بتاعه المحشي هحطها بتاعه الكرنب، هحطها من تحت عشان اي حرقه او اي لزق لا قدر الله يعني. الورق ده والله طلع سليم بس اهو حبيت بيدك يا بنت، هم اللي انت خلاص يا اللهم صل على النبي. حطيتها من تحت وابتديت بقى ايه ان انا احشي بقى الحاجات اللي انا عاملاها. بس نسيت ان انا اصور لكم لاني كنت فصلت وجبت اخر ان كنت عايزه اخش استحمى كده علشان الحق ان انا اخد وقت ليا احاول اقرا في الكتاب، وللاسف ما عرفتش. احاول ان انا هعمل روتين للبشره مسائي وما عرفتش، بس الحمد لله اليوم عدى على خير وهنا يكون يومي خلص. بس الكلام ما خلصش. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.